السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا بقى معايا النهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض التشيز كيك بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمكونات سهلة وبسيطة جدا. هيطلع معانا متماسك زي ما انتم شايفين كده، وهيطلع معانا 3 طبقات. الطبقة الأولانية حلوة وخطيرة ومقرمشة، واللي في النص بودنج كده بالكريمة حلو جدا، والطبقه اللي فوق هنعملها بودنج الفراوله خطيره. عايزه اقول لكم سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي مكونات خزعبليه. هنعملها بطريقه اقتصاديه كمان وبطريقه سهله، ويطلع معاكي بطريقه ممتازه ومتماسك زي ما انت شايفه كده. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي السهله والبسيطه واللي على قد الايد. ولو اول مره تتفرجي عليا وتشوفيني، انا بسمة وليد، اتمنى تشتركي في القناه وتكوني معايا في عيلتي الصغيره. عفوا اعذروني، تعبانه وواخده الدور. اتمنى تدعولي دعوه حلوه من قلبكم. تعالوا نشوف المكونات معانا ايه. معايا علبتين من البسكوت الساده. انا عايزه اي نوع تكوني بتحبيه من البسكوت الساده. اهم حاجه ان انا معايا 400 جرام من البسكوت. هحطهم في الكبه او في المفرمه بتاعتي او اي حاجه، او ممكن تفرميهم على ايدك عادي، او ممكن تكسريهم بايدك كده وتفرميهم ناعم لو مفيش كبه او لو مفيش مفرمه. هحطهم في الكبة بتاعتي وهفرمهم ناعم. هنزل بكمية البسكوت اللي معايا كلها، وهبدأ اعمل اول طبقة من التشيز كيك بتاعي. اول طبقة في التشيز كيك بتاعي بتبقى بسكوت. طبعا كلنا عارفين ان التشيز كيك من انواع الحلويات الحلوة جدا، اللي لما بنروح في اي كافيهات او في اي مطاعم بتبقى من اغلى انواع الحلويات هو التشيز كيك. احنا النهاردة هنعمله بمكونات سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة. بعد ما هفرم البسكوت زي ما انتم شايفين كده، هنزل عليه ب50 جرام من الزبدة بمعدل 3 معالق كبار من الزبدة، وهرجع تاني اضربها ضربتين 3. انا هنا عايزة البسكوت معايا يبقى عامل زي حبيبات الرمل، لما اتك عليه او لما امسكه في ايدي يتماسك، ما يفكش مني مرة واحدة زي ما هوريهولكوا كده بالظبط. هبدأ انزل الجوانب عشان انا عايزة البسكوت كله يتغلف بالزبدة اللي انا حطيتها. هنزل بقية الزبدة اللي معايا، وهبدأ تاني اضربها كمان ضربة او ضربتين عشان ابدأ احس ان البسكوت اللي معايا كله اتغلف بالزبدة اللي انا حطيتها. بال50 جرام الزبدة اللي انا حطيتهم يغلفوا كمية البسكوت اللي معايا كلها. انا معايا هنا صينية اللي هي بتتفك، مغلفاها بورق زبدة، مثبتاها من الجوانب ومن الارضية عشان لما اجي افكها يطلع معايا التشيز كيك سليم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. في اول الفيديو هبدأ احط الطبقة الاولانية، هنزل بالبسكوت اللي معايا كله زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وابدأ اتك عليه بحيث ان انا ادكه كويس بالسبولاتي، او لو بكوبايه عادي ممكن تتك بيها. المهم ان انا اتك كويس على البسكوت، اعمل طبقه متماسكه زي ما انت شايفه كده بالظبط. اتك عليه على قد ما اقدر، هسويها كويس، وهاخد الصينيه دي بقى زي ما هي كده وهدخلها الفرن لمدة 10 دقايق بالظبط. هتظبطي التايمر بتاعك على 10 دقايق، هتولعي من تحت بس ومش هتولعي الشواية. تعالوا بقى للطبقة تانية والبودنج الخطير التحفة بتاعنا. هننزل بالظبط ب8 مكعبات من الجبنة الكريمي او الجبنة المثلثات، وهنزل ب3 كوبايات كبار من الزبادي. المقدار اللي انا بديهولك ده بمقدار صينية كبيرة 22. لو انت هتعملي صينية صغيرة هتقسمي المكونات دي وتعملي نص المكونات. الله اكبر الله اكبر، الله اعظم العزات والكرامة. هنزل بكوباية كبيرة من الحليب البودر زي ما قلت لكم، عشان خاطر انا معايا الكميه الصينيه بتاعتي كبيره، فانا مضاعفه المقدار. لو انت الصينيه بتاعتك صغيره تقدري تقسمي المقدار،
كل المكونات اللي قلتلك عليها دي تقدري تعملي نصها على قد صينيه صغيره. انا عشان كانت حجم الصينيه اللي عندي كانت كبيره، هنزل بكوبايه كبيره من السكر البودر، وهنزل بمعلقه كبيره من الفانيليا، وهبدأ اقلب كل المكونات اللي معايا دي بالسبولاتيلا زي ما انت شايفه كده بالظبط، او هنزل بالمضرب الكهربائي او المضرب اليدوي او اي حاجه. المهم ان انا ادمج كل الخليط اللي معايا ده كويس. هنضربه ضربتين 3 بالمضرب الكهربائي. زي ما قلت لك مفيش مضرب كهربائي، هتستخدمي المضرب اليدوي، او هتحطي كل المكونات دي في قلب الخلاط وهتضربيها ضربتين 3. عايزه اقولك البودنج ده طعمه تحفه، خطير، يتاكل اكل كده من غير اي حاجه خالص. هضربه تاني كويس بعد ما نزلت الجوانب، وبعد كده هبص بقى على الصينيه بتاعتي اللي انا سبتها 10 دقايق في الفرن. لمدة ال10 دقايق دولت هيخلوا الزبدة تتماسك مع البسكوت، ويبقى الطبقة اللي تحت معاكي انت ضامنة ان هي متماسكة وكويسة. زي ما انت شايفينها كده، بتتكوا عليها تلاقيها متماسكة. هتنزلي بالخليط اللي انت عملتيه ده، ويبقى ده الطبقة التانية بتاعة التشيز كيك بتاعي. زي ما قلتلك لو انت المكونات كتير عليكي تقدري تقسميها وتعمليها على قد صينية صغيرة. عفوا، معلش استحملوا صوتي واستحملوني عشان انا واخده دور برد جامد. بس كده هرجع تاني بعد ما حطيت الطبقة التانية بتاعة التشيز كيك، هرجع ادخلها الفرن تاني لمدة 10 دقايق كمان لحد ما الطبقة بتاعتي التانية دي تتماسك. برضو انا مش هشغل الشواية عشان انا مش عايزاها تاخد لون من فوق، انا عايزاها تتماسك معايا بس. وتعالوا نعمل بقى الطبقة التالتة بتاعة البودنج بتاع الفراولة. معايا كمية من الفراولة، معايا كيلو من الفراولة، هاخد منه كمية هضربها في الخلاط، والكمية التانية هنقطعها قطع صغيرة. خليكم معايا وشوفوني هعمل ايه. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك الجميل بتاعك وتحط كومنت حلو، ما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة في الكومنتات. ضربنا النص الكمية اللي انا عملتها ضربتها في الخلاط من غير مية ومن غير اي حاجة خالص، انا عايزاها تقيلة زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هقطع نص الكمية اللي معايا تاني شرايح زي ما انت شايفة كده بالظبط. هقطعها شرايح صغيرة، مش عايزة تقطعيها وعايزة تحطيها الواحدة بوحدتها زي ما انت شايفاها كده بالظبط، عادي مفيش مشكلة. وهبدأ افضي البودنج بتاع الفراولة وهحطه على النار عشان اعمل صوص الفراولة بتاعي. عندي ما هتبدأ تغلي معايا كده هنزل ب5 معالق كبار من السكر. ما تقلقيش، اولا انا مش عايزاها مسكرة قوي، انا عايزة السكر بتاعها معتدل. وبعد كده هنزل بقطع الفراولة بتاعتي. وعايزة اقولك على خطوة هنا ما تعمليهاش زيي، ما تغطيش الفراولة وهي على النار. حتى لو انت هديتي النار اوعي تعملي الخطوة دي، دي كانت اكبر غلطة انا عملتها. لو لاحظتي هتلاقي الفراولة فارت معايا وبوظت الدنيا عندي وبوظت كمان البوتاجاز. ما تغطيش الفراولة، وطي عليها النار وهدي عليها النار لحد ما توصل للقوام اللي انت محتاجاه. انا هنا بعد ما اتمسكت معايا كويس الطبقة اللي فوق هبدأ انزل بالبودنج بتاع الفراولة بتاعي. انا كنت فضيته وحطيته في التلاجة شوية عشان يهدى، عشان اعرف افرده على التشيز كيك من فوق. وحطيته كمان في التلاجة عامة عشان يمسك كويس وياخد القوام التقيل اللي انت شايفاه ده. كل ما الفراولة بتبرد كل ما بتتقل معاكي وكل ما بتتخن معاكي اكتر. هحط الطبقة اللي فوق دي الطبقة الاخيرة بتاعتي بتاعت الفراولة زي ما انت شايفة كده. هفردها واحدة واحدة، المهم ان انا اغطي الوش بتاعي كله بالفراولة. متوفر عندك بقى اي نوع من انواع الفاكهة عايزة تعمليه بنفس الطريقة مفيش مشكلة، فراولة،
عايزة تعملي جزر، عايزة تعملي برتقان، عايزة تعملي اي نوع من انواع الفراولة من انواع الفاكهة بنفس الطريقة، مفيش مشكلة، وهيبقى طعمه حلو معاكي برضو. بس كده. هبدأ بقى افك الصينية معايا، وابدأ اطلع التشيز كيك بتاعي عشان تشوفوا الطبقات بتاعتي. شايفين؟ ما شاء الله تحفة، وكان طعمها خطير بصراحة. ما شاء الله، اللهم بارك. سهلة جدا وبسيطة جدا، وما بتاخدش منك اي حاجة. ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الطبقات؟ شايفين الطبقة الاولانية متماسكة ما شاء الله، والطبقة التانية برضو متماسكة، وطبقة الفراولة من فوق تحفة. شايفين؟ ما شاء الله، اللهم بارك، خطيرة بجد. اتمنى تجربوها. لو وصلت لحد هنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي السهلة والبسيطة واللي على قد الايد. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركي في القناة وحط لايك عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. اشوفكوا فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد.